السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة محمية طيور مصرية وفيديو جديد كالعادة. أتمنى لو أول مرة يشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. أتمنى تصلي على النبي في كومنت. نتكلم النهاردة عن اللي حصل في سوق الجمعة. طبعا احنا كنا منزلين فيديو الخميس اللي هو امبارح عن الأنواع اللي مطلوبة، اللي ما شافوش يخش يشوفوا، ولكن عشان ما نطولش في مقدمة الفيديو هنخش في موضوع الفيديو على طول. طبعا احنا قلنا امبارح على جميع أنواع الطيور اللي كانت مطلوبة، ولكن اللم النهاردة كان خفيف طبعا، لان طبعا الطيور في السوق موجوده بشكل كبير. ليه اللم كان خفيف النهارده؟ هل التصدير هيرجع يقف تاني ولا التصدير مازال شغال؟ طبعا احنا قلنا امبارح ان التصدير ممكن يرجع بقوه والتصدير يفضل شغال تمام، ولكن كميه الطيور اللي في السوق اكتر من المعتاد. يعني مثلا انا مطلوب مني 100 جوز كوكتيل، مثلا احنا 3 4 تجار. يعني الموضوع اللي بيجي ازاي؟ احنا 3 تجار او 4، بيكون مثلا كل تاجر مطلوب منه 100 جوز كوكتيل، يعني الاربعه عاوزين 400 جوز. الطيور اللي في السوق كوكتيل مثلا السوق فيه 4000 جوز او 400 جوز اللي مطلوبين. فلما تيجي نقارنهم من 1000 او 2000 جوز بتحس ان مفيش لم، مفيش بيع، مفيش تداول. دلوقتي التجار برضو ما زالت بتلم، يعني نسبه اللم او حركه اللم الصبح كانت لسه قليله جدا بالنسبه للم، ولكن يعني اخر النهار على يعني الساعه 11 كده بتبدا الحركه تتحسن افضل من الاول، ولكن برضه مش هي الكميه اللي مطلوبه، يعني او اللم السحب الكتير على التجار. فده برضه حتى لو كان في لم ما كانش هيبقى في ارتفاع في الاسعار، ودي اللي كان متوقع. يعني الاسعار النهارده برضه ما ارتفعتش حاجه عن الجمعه اللي فاتت، ولكن اللي انا عايز اوضح للناس ان برضو اللم ما زال شغال. في لم، مفيش تاجر النهارده روح بشياله فاضيه، يعني معنى كده ان في لم، ويوم الاحد هيكون في لم. يعني التاجر اللي بيقول لك ان انا ما اعرفش اجيبه الجمعه اجيبه الحد، مش هعرف اجيبه الحد اجيبه الجمعه. فاحنا كمربيين ايه واجب علينا ان احنا نعمله؟ ان احنا مثلا انت عندك 10 تجوال ما تزيدش بيهم مره واحده. انت مثلا لو عامل الموضوع ده زي اوكينا في الموضوع ده قبل كده، لو انت عامل ده كمشروع ربح وتنزل السوق وتبيع بيه عشان تكسب منه، فهل الهوايه دلوقتي ما فيهاش مكسب الا في الانواع الغاليه؟ الانواع الغاليه بقى اللي انت تبدا في البغبغانات تمام. ولكن عشان ما نخرجش بره الموضوع بتاع الفيديو هنخلينا في موضوع السوق. دلوقتي انت بننزل مثلا ب 10 تجواز، لا انزل بخمسه، ويوم الاحد انزل بخمسه. يبقى انت حتى كمربي تشوف وضع السوق قدامك ايه، ما ترموش طيورك. طالما خرجت بيها هتبقى انت كعبء عليك، وهتبدا ان انت تديها للتاجر باي سعر. هيبدا التاجر هنا في الوقت ده هيبدا هو ينزل الاسعار وياخد الطيور اللي هي عايزها. فده اللي بيخلي المربي مش حاسس ان في لم. يعني النهارده اللم كان على الكوكتيل وعلى الروز الالوان، يعني الروز اللاتيني كان عليه لم، والروز الالوان اللي هو عين سودا العوايد كان الجمعه اللي فاتت بيتسلم ب 300 جنيه و 320. يعني النهارده برضو في لم عليه كويس عن الجمعه اللي فاتت، ولكن هو نفس السعر. فالفكره يا جماعه مش في موضوع اللم ان يبقى في لم او مفيش لم، الفكره ان الاسعار ترفع. فهي ده اللي احنا عاوزين نوصله للناس، ان احنا نرفع الاسعار. يعني دلوقتي انت عاوز سعر، يعني ترفع سعر الطير بتاعك، خليك في التداول افضل. عرفت تبيع في التداول تمام، عرفت تبيع في التداول يبقى انت تتمسك مع التاجر، ما ترميش طيورك انت. وجميع المربين لما كنا نعمل كده هي اصبح ان هو التاجر دلوقتي لو ما فيش طيور التاجر ده هيصدر ايه؟ يعني التاجر ده لو ما فيش طيور هيصدر ايه؟ هل لما كان التصدير واقف الفتره اللي فاتت الاسبوعين اللي كانوا واقفين التاجر ده كان قاعد ما كانش فيه لقمه عيش بالنسبه له، ده مصدر الربح بتاعه. فهو بيعتمد كليا وجزئيا على المربي لو تمسك بالطيور بتاعته التاجر اجباري كده كده مش هيروح، مش هيسافر دوله تانيه ويلم منها طيور وهيدي العراق، لا هو كده كده لازم بيصدر من مصر. مفيش تاجر من بره مصر بيجي هنا يلم، لا كل اللي بيلموا تجار من مصر وهم يبقوا على الاسعار. يعني هو دلوقتي التاجر حتى لو شايف ان السوق ما فيهوش طيور وشايف ان السوق ما فيهوش اي طيور وفي تصدير واللم مطلوب وجميع الانواع مطلوبه، يعني الجمعه دي مطلوب طيور اكتر من الجمعه اللي فاتت. حتى لو شاف ان مفيش طيور برضه هيفاصل معاك. يعني مثلا كمثال لو انت بتبيع الكوكتيل اللاتيني مثلا بتلم ب 500 جنيه وشاف ان هو السوق اصلا ما فيهوش، مش هيزود عن ال 500 وهيجي لك يقول لك ده ب 450 ده ب 475 وهيبدا برضه يقلل هو محتاجه. بس هو التاجر خد على كده، خد ان هو يموت الحاجه بتاعت المربي او يبخس سعرها. ولكن انا اسف على الاطاله في موضوع الفيديو، ولكن هنديكم بعض الاسعار اللي كانت ماشيه. كان الكوكتيل اللاتيني الجمعه اللي فاتت كان بيتلم من 400 450 الجمعه السابقه، ووصل لحد 480 جنيه، وده سعره الجمعه دي يعني ما زادش عن كده. ولكن كان في لم برضو على الكوكتيل وعلى الاسترالي الكبير وعلى الكوكتيل بجميع انواعه، والالبينو ما كانش موجود قوي بالنسبه لي في السوق النهارده، والشكر برصاص طبعا ما كانش موجود، وده حاجه
يعني بقى لها فتره مش موجوده، مش من النهارده، يعني شغل برصاصي ولا شباب ولا كبير شغال مطلوب وسعره كويس في السوق. فده احب اعرف الناس لو يبداوا يشتغلوا على الطفره دي، الطفره دي كويسه، وعشان تكتر الفتره اللي جايه هيكون صعب ان هي تكتر بسهوله يعني، فيكون فيها مصدر ربح بالنسبه لما تبدا فيها بالتركيبات، هيكون فيها مصدر ربح عليك، ويكون مثلا ان هي ايه، هتكون كويسه ان شاء الله في ربحها يعني، ويكون يعني هتجيب تكلفه الاكل بتاعتها. ولكن هنديكم بعض الاسعار اللي كانت ماشيه في السوق، وديت الاسعار اللي هي اللي كانت الفتره اللي فاتت. يعني كوكتيل لاتيني من 450 جنيه لحد 480 جنيه، كوكتيل الحبشي 200 لحد 225، وده بترجع من مربي لمربي، سواء انت تمسكت او انت ما تمسكتش، بترجع برضو من تاجر لتاجر بيلم. الروز اللاتيني كان بيترمى على 450 جنيه، اللي هو الرز اللي عين سودا الالوان كان بيتلم على 325. ده برضو يعتبر سعره كويس، مش وحش، احسن من الفتره اللي فاتت. بس هي دي برضو مش الاسعار اللي هي احنا نسلم بيها. الاسترالي الكبير الشباب بتاعنا كان بيتلم على 75 جنيه. كل ده يعني الاسعار بتاعتنا سواء الزبيلا او المصبع، بالنسبه للكوكتيلات الزبيلا او المصبع او الكوكتيل اللاتيني او الحاجات دي كلها كانت من فتره. يعني المصبع ده كان سعره بيوصل لحد كان بينه وبين اللاتيني 50 جنيه، يعني كان ب 450، النهارده ب 350 جنيه في السوق. الازابيل ب 350 جنيه، ب 550 جنيه في السوق. لما التجار تلاقيها منزلك يعني انواع كتير كده، يبقى كده في لم، ولكن نسبه الطيور كانت كتير، نسبة الطيور كانت كتير. بس اتمنى من المربين الهواء ان هم ياخدوا بالهم من الحته دي. مفيش تاجر بيروح بالشياله فاضيه، التاجر بيروح بالشياله بتاعته ما شاء الله مليانه، وربنا يرزق الكل. ولكن احنا بنعمل كده عشان خاطر الناس تاخد بالها ان التاجر برضو مهما كان هو ملوش غير المربي. ولكن برضو المربيين برضو في ناس بتبقى خلاص بقى، يعني هو زهق من الطير وزهق من الهوايه خلاص، لما شاف ان التكلفه مش جايبه همها بيرموا الطيور باي سعر. بس الفتره اللي جايه احب اعرفكم ان اللم لو فضل حتى ماشي بالنسبه للبسطه ديت، هيجي الفتره اللي جايه وهيتقدم احسن من كده كمان، وهيكون في سحب على جميع انواع الطيور، حتى الطيور الرخيصه هيكون فيها ارتفاع. ولكن هنكتفي بهذا القدر من الفيديو عشان ما نعيدش الكلام اللي احنا قلناه اكتر من